تخيل الحرب العالمية الثالثة ممكن تقوم بسبب شركة واحدة. شركة 99% من الناس عمرها ما سمعت عنها قبل كده، ولا تعرف عنها أي حاجة أصلا، ولا حتى هتكون متوقع مكان الشركة دي فين. بس عشان تفهم ليه الشركة دي ممكن تغير مصير العالم لازم نرجع خطوتين لورا. اقتصاد امريكا قايم بشكل اساسي على الشركات الجباره اللي فيه، المعروفه باسم S&P 500، اكبر 500 شركه في امريكا، ويعتبروا اكبر 500 شركه في العالم، واللي كل مستثمرين العالم بيضخوا فيها فلوس كل ساعه عشان قيمه فلوسهم تزيد لما الشركات دي تكبر. المشكله فين بقى؟ ان اكتر من تلت استثمارات الناس في S&P 500 مش رايح ل 170 شركه اللي هي تلت ال 500 شركه، ده رايح لسبع شركات بس، ودول اللي انت اكيد عارفهم: انفيديا وابل وامازون ومايكروسوفت وميتا وجوجل وتسلا. والشركات دي اللي خلى سعر السهم بتاعهم يطير في السماء بشكل مش طبيعي اخر كام سنه هو استثماراتهم في الاي اي. طبعا انت اللي جه في بالك دلوقتي ان الشركة اللي هتكون سبب في انهيار العالم هي اوبن اي اي صاحبة شات جي بي تي، صح؟ مستعجل انت على طول، بس لا، مش شات جي بي تي. كل الشركات اللي انا قلت لك اسمائهم دول بيستخدموا الاي اي بشكل مختلف عن اللي انت عارفه. يعني شات جي بي تي عشان حضرتك تساله سؤال وهو يجاوب عليك، في سيرفرز فيها الاف من الشيبس بتدرس كل سؤال انت بتبعته وبتدور ليها على اجابات وتحللها وترجع لك باكتر اجابه هي شايفه ان هي دقيقه بيزد اون السؤال بتاعك. كل الشركات بقى عندها نفس الشيبس دي، بس بتستخدمها عشان حاجات تانية مختلفه، حاجات برايفت او خاصه بتخدم الشركه واهدافها. فمن الاخر عشان اي شركه تقدر ان هي تستغل الاي اي محتاجه الاف التشيبس. اللي ناس كتير مش واخده بالها منه ان الموضوع مش مجرد شرائح الكترونيه ولا معالجات اسرع، احنا بنتكلم عن قلب العالم الجديد. الذكاء الصناعي مش مجرد روبوت بيكلمك او برنامج بيكتب لك سكريبت، ده داخل في كل الصناعات، في الدواء، في التعليم، في الامن، في الطاقه، في الجيش، في الاعلام، حتى في القرارات السياسيه والاقتصاديه. فلو العالم وقف ثانيه واحده عن التطوير بسبب نقص الشرايح، ده مش بس هيأثر على الشركات، ده هيأثر على حياتي وحياتك. وكل الشركات دي وغيرها بتستخدم التشيبس بتاعت انفيديا. الشركه الوحيده اللي مش بتستخدم التشيبس بتاعت انفيديا هي ابل، عندها التشيبس الخاصه بيها. هتقول لي حلو، اقول لك لا مش حلو. هي بقى دي المشكله اللي انت مش عارفها. هل انت مستعد؟ التشيبس بتاعت ابل وانفيديا اللي قلبت الدنيا دي مش هم اللي بيصنعوها، والله هم بيصمموها بس. امال مين اللي بيصنعها؟ الشركه الغامضه اللي ممكن تقلب موازين الدنيا. هقول لك عليها حالا، بس الاول خليني اقول لك على حاجه ممكن تقلب موازين حياتك انت شخصيا. لو انت ما بداتش تعمل محتوى او بيرسونال براند لنفسك على السوشيال ميديا، فللاسف انت فايتك كتير قوي، لان كل الاشخاص والشركات اللي استخدمت السوشيال ميديا بشكل مظبوط قدروا ان هم يضاعفوا المكاسب بتاعتهم بسهوله. بس المشكله اللي موجوده ان اغلب الكورسات اللي بتعلم صناعه المحتوى او البيرسونال براندنج تعلمك بشكل اساسي ازاي تعمل محتوى يجيب مشاهدات، مش بيعلمك ازاي تقدر تحول المحتوى بتاعك لبزنس يجيب لك كلاينتس وفلوس وانت نايم. وعشان كده احنا بقالنا اكتر من 8 شهور شغالين على كورس معادله البراند المربح. الكورس ده هو اول كورس معمول في الوطن العربي يعلمك ازاي تستغل السوشيال ميديا انك فعلا تطلع منها عائد. الكورس ده مش هيعلمك ازاي تعمل فيديو يجيب كام فيو، الكورس ده بجد هتقدر بيه تبني مستقبلك على السوشيال ميديا ويبقى عندك دخل محترم وتشكرني عليه طول حياتك. كل تفاصيل هتلاقيها في الديسكربشن اللي تحت الفيديو، وهتلاقي اللينك بتاع الويب سايت. نرجع بقى للحاجه اللي انت نفسك تعرفها، ايه هي الشركه الغامضه اللي هتغير مصير العالم؟ TSMC اكبر مصنع للشيبس في العالم، 90% من الشيبس المتطوره هي اللي بتصنعها. انت متخيل؟ سامسونج بتعمل اقل من 10%، والكواليتي بتاعت TSMC اعلى. FTSMC مش شركة عادية، دي حرفيا اللي بتصنع تكنولوجيا المستقبل. الشرايح اللي بتشغل شات جي بي تي من TSMC، الشرايح اللي جوه الايفون من TSMC، الشرايح اللي بتشغل عربيات تسلا برضه من TSMC. ايوه، ايه المشكلة بقى؟ حضرتك تعرف TSMC دي اختصار ليه؟ او اول حرف ليها ده بيمثل انهي بلد؟ حرف التي ده اختصار لتايوان، الجزيرة الصغننة الكيوت اللي في المية دي اللي في حالها، بس للأسف بالرغم ان هي في حالها الصين مش سايباها في حالها. كده انت المفروض تبدا تربط الاحداث ببعضها. لو الصين احتلت تايوان هتمسك امريكا من الايد اللي بتوجعها، وده مش خيال علمي. كل تقارير المخابرات الامريكيه بتقول ان الرئيس الصيني بيجهز القوات بتاعته لغزو تايوان قبل سنه 2027، وفعلا التجهيزات اللي هو بيعملها كلها توحي بكده. بيعمل تدريبات عسكريه حوالين الجزيره، بيبني مراكب حربيه عملاقه، والسلاح الجوي عنده بقى مرعب. تخيل كده معايا السيناريو ده، اول يوم حرب صواريخ نازله على تايوان ومصانع TSMC بتقفل، في لحظة واحدة أبل وإنفيديا ومايكروسوفت وتسلا وكل الشركات الكبيرة بتاعت أمريكا تتشل، السيرفرات اللي بتشغل الذكاء الاصطناعي هتسقط، الموبايلات الجديدة مش هتنزل، والسوق الأسهم الأمريكي في ظرف كام يوم ممكن يتدمر.
ممكن تسال نفسك طب ما يستخدموا مصانع تانية. مشكله ان مفيش اي مصانع تانية في العالم بنفس المستوى ده. انت ممكن تكون متخيل الموضوع بسيط، مصنع بيصنع شيبس عادي، يعني احنا شفنا مصانع بتصنع عربيات ومصانع بتصنع خشب مثلا، فايه المشكله يعني؟ حابب اقول لك ان دي حاجه انت عمرك ما كنت متخيل انها موجوده. تكنولوجيا اقرب ما تكون بتكنولوجيا المستقبل، ليفل اعلى من الليفل اللي انت بتشوفه في افلام الخيال العلمي. وخليني اديك نبذه عشان تتخيل اللي بيحصل جوه المصانع دي عامل ازاي. غرف بيتم تنقية الهواء فيها لدرجة انها انضف من غرف العمليات في المستشفيات ب10 مرات. مهندسين لابسين بدل كاملة ولا كأنها بدل فضاء، مش بس عشان الفيروسات، لا ده عشان شعرة واحدة او نقطة تراب عينك ما تشوفهاش ممكن تبوظ شريحة قيمتها ملايين الدولارات. اجهزة ليزر بتشتغل بدقة انها لو اختلفت بنسبة 1 على المليار الشريحه برضه كلها بترمي. المكنه الواحده ب 400 مليون دولار. الدقه بتاعت حفر المكن ده اصغر الاف المرات من الشعره، والناس متخيله ان الموضوع بسيط. في شركتين بس في العالم كله اللي بيقدروا يصنعوا شرايح بالليفل ده، اولهم هي TSMC ويجي بعدها بكتير سامسونج. لان سامسونج لسه بتعاني من مشاكل في الجوده والنسب الانتاجيه مقارنه بTSMC، لان من كل 10 شرايح بيصنعوها 2 بيطلعوا بايظين، وده كارثي في سوق الشيبس، لان سعر الشيب الواحده ممكن توصل ل $30,000. مش عارف ليه حاسس ان ممكن حد فيكم يهزر يقول لي يا شيبسي غالي قوي كده. اللي الشيبس مش الشيبس اللي احنا بناكله، والله يا نهار اسود، ضيعت مستقبلي وعمري في الاخر انت فاكر الشيبس زي الشيبسي. شكرا، اقفل الفيديو يا ريس وما تكملش. والسبب التاني ان الشرايح دي بتتعمل بماكينات مفيش غير شركه واحده برضه في العالم هي اللي بتعملها وبتبيعها، وهي شركه ASML الهولنديه. الماكينه الواحده ثمنها حوالي 400 مليون دولار، تخيل. وعشان تشغلها محتاج مهندسين عندهم خبره اكتر من 30 سنه. ناس فاكره ان لو الصين دخلت تايوان الموضوع هيكون حرب زي حرب، لا خالص، انت فاهم غلط يا صديقي. ده هيكون تغيير لنظام العالم كله، لان الصين مش بس هتكسب ارض، هي هتكسب اهم صناعه في القرن ال21. تخيل قوه تكنولوجيه مع اكبر عدد سكان ومع اكبر قدره تصنيع في العالم، مع سيطره شبه كامله على المعادن النادره، وبعد كده يمسكوا مفاتيح الذكاء الاصطناعي. فالغرب هيصحى في يوم وليله يلاقي نفسه بره اللعبه كلها. وقتها السؤال مش هيبقى مين الدوله الاقوى، السؤال هيكون مين الدوله اللي الصين ناويه تبقى عليها. عشان كده امريكا مش بس خايفه، دي مرعوبه. طب هل امريكا هتفضل ساكته كده كتير؟ الحقيقه وعشان الخطوره دي امريكا فعلا بدات تتحرك، عملت قانون اسمه تشيبس اكت وضخت اكتر من 50 مليار دولار عشان تبني مصانع جديده جوه امريكا. وTSMC نفسها بتبني مصنع في ولايه اريزونا، بس المصنع ده متاخر 2 سنين عن الجدول، والمهندسين المحليين مش كفء كفايه ان هم يشتغلوا على تكنولوجيا الشرايح المتقدمه، فاضطر ان هم يجيبوا فرق من تايوان عشان يدربوا الناس. وبعد كل ده المصنع الجديد مش هيقدر ان هو يصنع التشيبس الحديثه. يعني لو تايوان وقفت المصانع الامريكيه مش تقدر تغطي الطلب ولا هتقدر تطلعها بنفس الليفل بتاع تايوان. فالعالم لحد النهارده لسه رهينه في ايد تايوان. في النهايه العالم عمره ما بيتغير فجاه، هو بيتغير بهدوء لحد ما في يوم تصحى وتكتشف ان كل حاجه حواليك اتبدلت، واللي مركبش مع الموجه مع الوقت للاسف بيغرق. احنا داخلين على عصر جديد، عصر اللي بيفهم فيه التكنولوجيا هو اللي بيبني ثروه. ولو انت عاوز تعرف ازاي تستغل التكنولوجيا انك انت تعمل ثروه، هتلاقي فيديو ظاهر قصادك دلوقتي بيعرفك خطوه بخطوه ازاي تقدر تعمل ده، فلازم حالا تتفرج عليه لحد الاخر وهتشكرك. انا كريم حنفي، سلام.